باي باي حبيبتي. من ايام كان في حدث مهم جدا احتفل بيه العالم كله، او كان المفروض يحتفل بيه العالم كله، لكن محدش حس بيه نهائيا. عيد الاب. واحنا فكرنا كفريق ازاي ممكن نكافئ الاب او نقدره بالتقدير اللي هو يستحق. هنحتفل بالاب. نحتفل بيه ازاي؟ مش عارف ايه ممكن يبقى محتاجه يعني؟ طب خلينا نشوف جوجل بيقول ايه. الاب اعتقد ان انت يعني هو محتاج انك تديله يعني ما تاخدش منه الحته اللي هي دور الأب في تربية الأبناء، أهمية دور الأب السلطوي والأب المتساهل. مش عارف بصراحه، مش عارف هو محتاج ايه. طب نجرب شات جي بي تي. الاب عشي سندوتش لو رضينا عنه، يعني ممكن كوبايه شاي، شويه خيار وجزر. سيبوه يحضر الماتش. مش هتطير يعني المسلسلات، مش هيخلص الكرتون، خليه يشوف الاستوديو التحليل. ما تطلبش منه الحاجه 70 مره، يعني هي مره مرتين. سيبوه ينام كام ساعه في الظهر. القيلولة دي اللي مش لازم وطي صوتكم عشان بابا عايز ينام. قيلولة. لكن بعيد عن اي هزار وعن احتياجات الاب اللي احنا مش عارفينها، خلينا نقول ان وجود الاب في البيت دي نعمه كبيره جدا جدا جدا. الاب هو مصدر الامان. بابا اللي طول الوقت بيحسسنا انه الدنيا بخير رغم انه ممكن يكون في ضغط كبير عليه احنا مش حاسين بيه. فكره رجوعه بعد الشغل وفتحه المفتاح في الباب وصوته على السلالم دي لوحدها كانت مصدر فرحه كبيره. بيحاول انه يوصلنا لربنا ويخلينا اقرب ليه. دور الأب في الميزانية، دور الأب في تربية ابنته. حابين نقول لكل اب شكرا. شاركونا في التعليقات ازاي نقدر نقول بطريقه عمليه لكل اب شكرا.